ليه في أهالي بيضربوا ولادهم؟ لثلاث أسباب. أول سبب موروث اجتماعي، بعض الآباء والأمهات اللي اتضربوا وهم صغيرين بيقولوا ما احنا اتضربنا وطلعنا زي الفل. لا، مش لازم على فكرة. ممكن حضرتك أو حضرتك تبقوا بتعانوا من مشاكل في شخصياتكم وفي فقدان بعض المهارات الاجتماعية حصلت لكم بسبب الضرب اللي انتوا اتضربتوه وانتوا صغيرين وانتوا مش عارفين، زي العصبية أو الميل للعنف أو التهرب من المشاكل وعدم مواجهتها. كل دي مشاكل ممكن تبقى جواك بسبب الضرب اللي انت اتضربته وانت مش عارف. وتاني حاجة، الضغط العصبي. بعض الأهالي مضغوطين جدا بسبب المشاكل العامة اللي كلنا عايشينها أو المشاكل الخاصة اللي ممكن تبقى في بيوتنا، زي مثلا الحالة الاقتصادية أو أي مشاكل مرضية أو أكاديمية في البيوت. وتالت حاجة، استفزاز الأبناء. تعالوا نتفق إن أحيانا ولادنا وبناتنا بيعملوا تصرفات بتستفزنا، وبعض الأهالي بيكونوا غير قادرين على التحكم في غضبهم وبيستفزوا بسرعة فبيضربوا الولاد والبنات دول.